بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن العبد مرجان لما خرج من البستان أسرع إلى الديوان، وتقدم إلى الملك صفوان، وأقبل عليه الوزير وسأله الأمير، فحكى لهم كل ما رآه وحديث صاحبة القصر إياه، ووصف لهم حسنها وما دار بينه وبينها، وقدم لهم سلة الذهب وفيها عناقيد العنب. عندئذ تملكهم العجب وهم يقلبون عناقيد العنب، ثم تطور العجب وانقلب إلى فضول، وأقبل بعضهم على بعض يقول: أنا مش عارف أقول إيه ولا إيه. الواحد هيكدب عينيه. ثبت دهب رنان. شوف يا مولاي السلطان، دهب دهب. حاجة ليها العجب. شايف مولاي العنب؟ 3 عناقيد عنب في قفص دهب، واحد لونه أسمر زي العنبر، والتاني زي الزبرجد الأخضر، التالت اللي زي الياقوت الأحمر. وحلو زي السكر. حلو زي السكر. انت زرته في السكة يا مرجان؟ انا زرته. امال عرفت حلاوته ازاي اذا ما كنتش دقته؟ الأمر ما يستغناش، وهو في طريقه يبل ريقه. لا انا طبعا الواحد يبل ريقه. طباخ السم بيدوقه. المهم، ايوه خلونا في المهم. قول لي يا عم مرجان، قالت لك ايه وانت في البستان؟ ما انا قلت لكم كل اللي حصل وكان. قول لي كمان، سمعني رسالتها تاني يا عم مرجان. وهي بتديني ثبت الدهب اللي فيه العنب، قالت لي روح للي بعتك وقول له سلامتك، وصلت رسالتك. وايه كمان؟ انت بتبعت لها رسائل يا وردان؟ ما هو يا والدي انت يا ابني عارف معزتك عندي، وانا ما عنديش مانع ما دام انت راغبها، لكن اروح لمين عشان اخطبها؟ احنا نعرف دي مين وكانت فين وجات منين وفين ناسها واهلها. دي كلها اسرار لازم نكشف عنها الستار قبل ما نتقدم لها. وحكايه القصر اللي بيتنا وصبحنا لقيناها فرحنا، ولا حكاية البستان والفواكه اللي بتطرح من غير أوان. معرفش يجيب لنا السر مرجان. لو يسمح لي يا مولاي السلطان. في عندك كلام تاني يا مرجان؟ انا بقول يا مولاي السلطان، في حته واطيه في سور البستان. يعني تقدر تدخل البستان من غير ما يشوفني؟ لو جيت الليل واتسحبت من غير ما حد يحس بيا ودخلت، اقدر اراقب لكم القصر واللي فيه واعرف كل شيء واجي اقول لكم عليه. طب ومستني ايه؟ مستني اوامر مولاي السلطان. روح وما تتاخرش يا مرجان. امر مولاي. وانا هراقبها من الشباك كمان. مش عارف ايه اخرتها معاك يا وردان. سبحان الله فيما خلق. هو الجميل محتاج لتجميل. يا ست يا ستنا، يلي قصرك قدام قصرنا. ليه بتقفل الشباك؟ ليه ده انا بستناكي وبتنسم هواكي. لكن احنا مستنيين ايه؟ ما بيروحش والدي يخطبها لي ليه؟ مش كان عايز يجوزني ولما رفضت زعل مني؟ اديني وافقت يا والدي، وافقت وقلت لك كل اللي عندي. صباح الخير مولاي السلطان. صباح الخير يا وزير. مفيش اخبار عن مرجان؟ من امبارح وانا قلقان، يا ترى ايه اللي جرى المرجان؟ مولاي السلطان ما شفتش مرجان؟ ما تستعجلش يا وردان. ما هو طبعا قلقان. شيء مثير يا وزير. تقدر تلاقي تفسير لغياب مرجان بدون استئذان؟ الغايب حجته معاه. مولاي السلطان
كنت فين يا مرجان؟ كنت مستني لما مولاي ينزل الديوان. وعملت ايه؟ اسكت يا مولاي الامير، ده شيء مثير. ازاي؟ انا لما خدت من مولاي الامر قلت لازم اكشف السر واعرف حكايه القصر واللي في القصر. وبعدين استنيت لما الشمس غربت والرجل انقطعت، نطيت من السور بقيت في البستان، بصيت حواليا ما لقيتش اي انسان، قلت يا سابل الستر يا ستار، واتسحبت من جنب الاشجار لحد ما وصلت للشجره الكبيره اللي قلت لكم عليها، استخبيت فيها. القصر ظلام في ظلام، يكونش اللي فيه نيام، مفيش كلام، وشعرت باليأس، لكن لستر ربك وانا بتحرك لقيت صبيتين. مين دول؟ ولما قربت لقيت باب القصر اتفتح لوحده، وفجأة القصر نور ودبت فيه الحال. شيء مش معقول، صبيتين متخفين وجايين للقصر داخلين. جايين منين ورايحين فين؟ وبعدين ارجع لمولاي اقول له ايه؟ القصر ده عامل كده ليه؟ ما انا لازم اشوف اللي بيحصل فيه. ربنا يحفظكم، اضحكوا اضحكوا، ما دام الواحد ربنا يهديه ما يضحكش ليه؟ وكمان الحان، يا سلام، مفيش كده انغام. غالي ويرخص للخطاب عالطفل